اللي انا جاي اقوله لك وافرجك عليه يمكن مش موضوع ديني بحت، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والموضوع كارثة وكارثة بجد. تخيل انت النهاردة شاب بتخطب واحدة عايزها عفيفة، عايزها متحجبة، عايزها بتخرج بكل وقار. تخيل انت بتختارها دي وبتبقى زوجتك او بنتك، وانت حاططها في البيت لؤلؤة مصونة ضرة مكنونة، بتتشاف وهي خارجة من الحمام، بتتشاف وهي بتغير هدومها، بتتشاف وانت معاها في سرير واحد. تخيل الكارثة اللي احنا بقينا عايشين فيها واحنا مش حاسين. تخيل ان دي ممكن تبقى اختك، تخيل ان دي ممكن تبقى امك، تخيل ان دي ممكن تبقى بنتك، وكل ده بيحصل بسبب جهاز موجود في كل بيت واحد فينا، كلنا فرحانين بيه، بل بالعكس حاطينه في بيوتنا، بل حاطينه في اوض النوم كمان. الجهاز ده بيعمل ايه وازاي بيحصل اللي بيحصل ده؟ اتفرج معايا. TV can watch you. Show us how that works. So one of the things that we're able to do with the Smart TV platform, we could actually gain access to the camera that's built into the TV. This is something that we can do invisibly and actually have the camera running behind the web page that you're looking at. I could be sitting here watching TV from my bedroom, and you could be anywhere in the world looking at this image of me watching. Yep, I could be sitting on a laptop in a cafe in Paris. تخيل بيشوف كل حاجة انت بتعملها. اقول لك على المصيبة اللي اكبر من كده، ان لما ده بيحصل ما بيدكش اشعار، ما بيطلبش منك اذن، ما بيطلبش منك اي حاجة، حضرتك ما بتحسش باي حاجة اصلا. الكلام ده بيحصل وانت ما تعرفش عنه اي حاجة. اتفرج معايا. Things about it is that it doesn't actually give any indication that the camera's on. And there is no little LED that shows up when the camera's on. So it could actually be watching you and you never even know. يعني بيحصل كل ده من غير ما يجيلك اي اشعار، من غير ما يديك ان التلفزيون بيدي اي اشاره او اي حاجه. ده انا هقول لك على المصيبه اللي اكبر من كده، بس اسمع اللي قبلها. لو انت رجل اعمال بيزنس مان، بتخش على حساباتك البنكيه من خلال التلفزيون، ممكن يسحب حساباتك كلها وفلوسك كلها بانه يدخلك على موقع وهمي وياخد بياناتك وبعد كده يسرق كل حساباتك. اتفرج معايا. We can take a popular bank address and translate that into a different IP address to a site that directs to a site that we control. So it may look like your bank's login, but you're actually entering a username and password that goes to us instead of your bank. تخيل معايا ان كل فلوسك، ثروتك، حساباتك، شقة عمرك ممكن يروح بتلفزيونك اللي انت شاريه بفلوسك وحطه جوه بيتك. الموضوع يا جماعة مهم، الموضوع ده لازم الناس كلها تعرفه، الموضوع ده لازم الناس كلها تفهمه، لازم تشيره لأمك ولأختك ولأخوك ولكل الناس اللي تعرفهم، لأن الموضوع فعلا خطير وحساس. وجينا للنقطة الأخيرة والمصيبة الأكبر، إن كل اللي أنا قلت لك عليه ده بيحصل ولو الجهاز مقفول. فما تجيش تقول لي لا أصل أنا طول النهار وأنا موجود في البيت ولادي طافين التلفزيون. حتى لو طافين التلفزيون الجهاز بيشتغل وبيصور والتلفزيون مطفي كمان. اسمع معايا. Television set would have a device to enable this. A TV set would not have to be on in order for this to be operative. People can tell what you're watching on the TV and how you're reacting to what you're watching. You would not know that you were being watched while you were watching your television. How would we get people to accept these things into their homes when they buy their own television? ادي اخرة الذكاء الاصطناعي، ادي اخرة التلفزيونات الحديثة، ادي اخرة التكنولوجيا اللي بندخلها بيوتنا من غير ما نبقى عارفين احنا بنتعامل معاه. يا جماعة الموضوع بقى خطير، يا جماعة الموضوع ما بقاش فيه انك تدي امان لاي حاجة او اي جهاز موجود في البيت. يا جماعة انت ممكن تبقى قافل على اولادك، منزل الستاير، قافل بيبانك، قافل الشبابيك، قافل البلكونات، وفي الاخر تلاقي بنتك وهي خارجه من الحمام او زوجتك وهي بتغير هدومها او اب وام مع بعض في سرير واحد بيتصوروا وهم ما يعرفوش عن الموضوع ده حاجه. فواجب على كل مسلم انه يحذر من الاجهزه الجديده دي، واللي اشترى جهاز خلاص ممكن يحاول يتحكم في الموضوع ده بكام حاجه كده هقول لك عليهم بسرعه. اول حاجه لازم تحط لزق كده على الكاميرا وتمنعها ان هي تصور تماما، لازم تحط لزق يعمل الكاميرا دي ما يخليهاش بتشوف اللي ورا الكاميرا. تاني حاجه واقل حاجه حط التلفزيون ده في مكان عام، يعني حاول حتى تحطه في الانتريه، تستغنى عنه خالص، تغيره وتبدله، لان التلفزيون بوجوده بالمشكله الموجوده فيه دي كارثه ومصيبه كبيره. ثالث حاجه افصل النت تماما عن التلفزيون. ما تقوليش انا جايب شاشه 60 و90 و120 وسمارت علشان اخش على التيك توك وعشان اخش على اليوتيوب بضغط الزر واحده. لا، افصل النت عن التلفزيون تماما علشان ترتاح من الكارثه اللي ممكن تحصل لبيتك بسبب ان النت متوصل بالتلفزيون. انا مش شايف ان النت داخل
بيوت مسلمين وعمرها ابدا الا وخربها، الا وكشفها، الا واطلع على عورات المسلمين. اخر حاجه عايز اقول لك عليها، اوعى تدخل بحسابك البنكي من على التلفزيون. امسك التليفون، ممكن يبقى شويه امان، والافضل ان انت تستخدم برامج الامان اللي بتحمي تليفونك من ان حد يقدر يدخل عليه او يهكر حسابك البنكي. حرام فلوسك وشقى عمرك يروحوا بضغطه زرار واحده من حاجه انت اشتريتها حاططها جوه بيتك ومطمن ليها ان هي عندك وانت بس اللي بتخش عليها، لانك هتبدا تشك في مراتك وتبدا تشك في ولادك، لان ممكن الناس كتير ما يعرفوش اللي انا بقوله، ما وصلهمش اللي احنا بنحكيه، فيشك في مراته وممكن يطلقها، فيشك في ولاده وممكن يعذبهم، لان يقول محدش بيخش غيري، انا بخش من التلفزيون بس، وفي الاخر يطلع بيتسرق بطريقه ذكيه جدا بسبب الاجهزه المتطوره والذكاء الاصطناعي اللي احنا وصلنا له. فيا جماعه الموضوع ده والله مهم جدا، الموضوع ده خطير جدا، الموضوع ده ممكن ستات كتير تتطلق بسببه، بيوت كتير تخرب بسببه. ليه ولادك يتكشفوا او حد في بيتك من اهل بيتك يتكشف؟ فلو انت خايف على امك او اختك او زوجتك او خطيبتك او اي حد في عيلتك بتحبه وتعرفه او صديقك، النصيحة لله انك تبعت لهم الفيديو ده وتوصل لهم الكلام ده، لاننا كلنا مسلمين، والمسلم معروف ان بيغير على عرضه وعلى ارضه وعلى كل الناس اللي بيحبهم مهما كانوا جيرانه، اخواته، اهله، صحابه، كفاية ان هم مسلمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.